ربنا بيختار لنا ادوار. العواف فعلا لايق عليكي وعلى البودكاست بتاعي. حسيت ان انا في عالم اخر كنت هبقى مخرجه مش طبيبه. الله، ده انت دكتوره وشاطره وحلوه وغنيه طب ده انت ما حدش عارف بقى يكلمك. بتلاقي الست اللي جايه تعمل ماموجرام بعرفها وهي قاعده، انا عايزه استمر في علاقه معهم، وده اللي بحاول اعمله دايما. الفرق ما بين الشغل في دبي وفي مصر بحس عايزه اقول بس كنتي مش حاسه بحاجه ولا ايه؟ لو لقيتها اتعلقت سنه يعني ببقى عايزه اساعدها. ما ينفعش تاخد الشهاده ومفيش رحمه. انا قابلت دكاتره كانوا قاسيين جدا في كلامهم ومش قادرين يحسوا ولا يقدروا ان انا بصي انت فكرتيني بقصه. احكي لي. الاختيار اللي انت بعد كده خدتيه بكامل ارادتك بتاع طيب هنحط الجواز على جنب. ما حصلش ان انا قابلت الشخص ده. مشكله الراجل الميدل ايسترن، الراجل اللي اسفين جدا يا عبد الله والنبي ما تزعل مني طبعا، ولا بشتمها ولا بجيبها من شعرها ولا اي حاجه خالص ولا بتعصب منها ولا اي حاجه خالص. ما يحبش يعني يقرب منها لانه هيحس ان هو اقل. يعني الناس بقى ما تخشش تصطاد في المايه، لكن قلت لك اصل انتوا عايزين تعملوا كل حاجه. لا ثواني بس، الوقوع في حب الست الذكيه يتطلب ايه عند الراجل؟ يبقى واثق من نفسه وسكيور. طبعا في حاجات في مصر بيوحشني الناس جدا جدا. وعايز اقولك لما بقى بخلص المكالمه ساعات بقعد اعيط. اصلا انك تتعلمي طب في مصر دي حاجه مش سهله. صحيح. مش عارفه الكلمه دي بقى ممكن تتشيل ولا حاجه تعمل عليها تيت ولا حاجه. بينتقد اي حد بغض النظر بقى، مع ان انا يعني البودكاست بتاعي انا مش منى الشاذلي يعني انا الناس حسوا ان انا مرفهه قوي يعني يعني الكومنتس مش عايزه اقولك كانت عامله ازاي. هي مش بتتقبل الراي الاخر او الحياه الاخرى.